هعمل معاكم النهاردة الطماطم التخزين بتاعت رمضان. رحت جبت من سوق العبور قفص طماطم رخيص جدا وحلو طبعا، بس احسن من السعر بره. بدل ما نجيب 3 كيلو ولا 5 كيلو، لا هو بصراحة القفص كله انا اشتريته. وقلت هعمله تخزين للرمضان. والطماطم انتوا عارفين ان هي بتنفع ازاي. فجبت القفص كان عامل 130 او 140 مش فاكرة. الطماطم كانت حلوة جدا، كلها كانت حمرا، مفيش اي حاجة فيها خالص. جبتها قشرتها، شلت العنقود بتاعها وغسلتها كويس قوي وقسمتها نصين وحطيتها في الخلاط. تمام. وحطيت شوية مية صغيرين عشان خاطر بس الطماطم تضرب معايا في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. جبت معايا 3 بنجرات كبار، كنت حطاهم في الفريزر، فلما بيفكوا القشر بتاعها بيتشال بسهولة جدا. فانتوا ممكن لو اشتريتوا البنجر تغسلوه كويس وتحطوه في مية سخنة على النار لحد ما تلاقوا ان هو ايه تري كده معاكوا، وتشيلوا القشرة بتاعته وتحطوها مع الطماطم. تمام. انا حطيت دلوقتي البنجر مع الطماطم وضربته كويس قوي 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 عشان خاطر ما يبانش القشر فيه. انا ما بصفيش الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، مش محتاجه ان انا اصفيها. القشر مش متواجد اصلا. فانا دلوقتي بعد ما ضربتها جبت حله كبيره وحطيتها على النار، وكل ما بضرب شويه بصبها في الحله. طبعا البنجر والطماطم ضربناهم كويس، حطينا في الحلة بابريكا زي ما انتوا شايفين. انا حطيت على 10 كيلو طماطم لما اتسبكوا كويس قوي. دي طبعا التسبيكة بعد ما خلصت، وزي ما انتوا شايفين برضو انا معبيها في اكياس ازاي. بعد ما تبرد خالص الطماطم قعدت تتسبك على النار لحد ما تتقل كده. حطيت على 10 كيلو 4 معالق بابريكا ومعلقتين ملح ليمون ليه؟ علشان خاطر يحفظ الطماطم مدة طويلة، زي بالظبط البرطمانات اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت. فطبعا دوت طبق التفريز بتاع رمضان بتاع الطماطم. يا ريت كلكم تعملوه قبل ما الطماطم تغلى. ودي طبعا شكل الطماطم زي ما انتوا شايفين. انا ما حطيتش ملح ولا مرقه ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين كده اهو. تنفع كمان لصوص البيتزا. طبعا انت بتزوديها ميه لما بتيجي تعملي طبيخ او حاجه عشان هي تقيله. والملح الليمون والبابريكا بتخليها حمرا كده قوي. يا ريت بقى تفرزوا حاجات رمضان. انا عملت لكم الكيوي وعملت لكم الطماطم، وبألف هنا والشفا، وكل سنه وانتم طيبين.